من يوم الاربع ما تعرفوش عني حاجه، مش تطمنوا عليا؟ بعتولي مسج كده ولا كومنت في اي حته يقولوا لي انت فين يا سلمى، ما طلعتيش من يوم الاربع ليه كده؟ انا زعلانه منكم قوي بقى، قوي. محدش يسال عليا كده خالص. انتوا عارفين ان انا رايحه فرح ساره، مش تطمنوا عليا؟ مش يمكن اتجوزت انا كمان؟ لا ما اتجوزتش، بهزر. كانش فيه ينفع ان انا اخد اي عريس من الفرح، لان الفرح كان اسلامي، الرجاله لوحديهم والستات لوحديهم، فمحدش شاف حد. هنجيب عرسان منين بقى؟ هنجيب عرسان منين والفرح كده؟ المهم اخر حاجه وصلنا لها، قلت لكم ان انا عندي حنه ساره، صح؟ انا كنت فاكره ان الحنه يوم الخميس، طلعت يوم الاربعاء. المهم ان انا دخلت الرساله بتاعت ساره ودوست على اللوكيشن، هي كانت عاملاه في بيت جدتها، فانا عارفه بيت جدتها بس مش متذكره قوي الدور الكام. فدخلت على المسج ودوست على اللوكيشن ورحت من مكاني لمكانها، مصر الجديده. مش سامعه اي مظهر من مظاهر الحنه، وما فيش اي زيطه ولا زمبليطه ولا اي حاجه. اتصلت على ساره، ساره هو انتوا الدور الكام؟ اصل انا وصلت بس مش سامعه اي زيطه، فمش عارفه الدور الكام. قالت لي زيطه ايه يا سلمى؟ الحنه كانت امبارح. هو انا للدرجه دي شغلي سيح نفوخي؟ بقتش عارفه المواعيد في اي حته. قلت لها طب اعمل ايه، انا عند ستك دلوقتي. قالت لي وانا عند خالي في التجمع. خدي عيالك وروحي. خدت عيالي وروحت. كان شكلي وحش. خدت السكه قياسه رايح جاي. الحمد لله. الفرح كان يوم الجمعه، ورحت من بدري عشان خاطر كنت فاكره ان هي واخده سويت في الاوتيل فهطلع لها. طلعت واخده في حته تانية عشان لوكيشن التصوير مختلف. طبعا مفيش فيديوهات ومفيش صور، لان هي كانت عامله فرح اسلامي، قاعه للستات وقاعه للرجاله، فممنوع التصوير، فمفيش صور نهائي. بس احب اطمنكم انا كنت زي القمر يعني. هيطلعوا دول فيك، دول مش عشان الصلاه. فانا طلبت من البنت الكوافيره. بصوا هو انا مش بس يعني هو طبعا عشان الصلاة، وكمان ان الجل على الضوافر، الحاجات اللي بتتحط على الضوافر على طول دي بتعمل مشاكل في الضوافر نفسها، بتوصل الله اكبر للبتر. انا مش قصدي اخوفكم والله، بس الحاجات دي فعلا مضرة للضوافر. فبنعمل ايه؟ ضوافر فيك، يعني ده فيك، ده مش ضفري، ده مش ضفري خالص. وبيتشال وبيتحط، بس بحطه في ميه سخنه يعني. بيتشال وارجع اركبه تاني عادي خالص جدا يعني، ما هو ده فيك على ضوافري. فانا بشيله وبحطه تاني. وطبعا يعني الناس اللي هتعاتبني ان انا طالعه وبتاع بضوافري، يا جماعه انا لا داعيه اسلاميه ولا انا شيخه، انا بطلع انقل تجربتي. وموضوع الضوافر ده انا بشيله وبحطه عادي جدا، المناسب ليا يعني. مظهر جمالي معلش يعني، بنحاول نجتهد ان احنا نبقى احسن. آه، بس يعني اللي هو كان مناسبة وفرح وبتاع، وانا فرحانة يعني. وكنت لابسة على فكرة فستان حلو قوي، بناتي كانوا لابسين فستان حلو، بس طبعا مش هنعرف ننزل الصور لان دي كانت قاعة سيدات، ما فكنا براحتنا يعني. المهم ان انا عملت دي على فكرة، سعرهم رخيص جدا وارخص من الجل. البنات اللي بتعمل الجل وبتعمل هارد جل ومش عارف ايه بيبقى غالي جدا وبيضرك. فالاحسن لك لو انت حابه زي كده تعملي الحاجات دي، قولي لها عايزه الضوافر الفيك، الجل على الفيك، مش على الضافر الاساسي بتاعك، الجل على الفيك. لان على الضفر الاساسي بتاعك الضافر بيحصل له مشاكل، خصوصا موضوع البرد بالمكنه اللي هي بتبرد الكهرباء دي بتسبب مشاكل. انت بتشيلي طبقه فبتعرضي الضفر نفسه ان يحصل له بكتيريا ويحصل له حاجات، والله اكبر فعلا بتوصل للبتر، بتوصل للبتر. فانت عايزه تتبسطي بضوافر اهي فيك اهي، وبتتشال وبتحطي ميه ايدك ميه سخنه، هروح عامله كده تروح طالعه في ايدي عادي. عايز تركبيها تاني بتتركب تاني.
فاللي هو خليكي في الحاجات اللي ما تسببلكيش اذى، وفي نفس الوقت عشان الصلاة وعشان خاطر الوضوء نعرف نشيلها ونحطها. تمام. المهم، خلصنا الفرح. كان فرح جميل. بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهم في خير. ربنا يديكي الخير كله يا سارة انت ويزن، ويسعدكم يا رب ويديكم الذرية الصالحة ويهدي سركم ويهدي بيتكم، ودايما في الفرح والهنا يا رب مع بعض. اوريكم بقى ايه الجيف اواي اللي اديته في الفرح. كان حلو قوي بصراحة. دي مروحة، كان ركن كده معمول. كان نفسي اصوره والله ينزله لكم، بس انا مش هينفع يعني، الصور مش هينفع تنزل. دي من الحاجات برضو بتاعت الجيف اواي. مبخرة عليها سارة. التحفة ده، تحفة تحفة. برفيوم تحفة تحفة، وريحته رهيبة رهيبة رهيبة. طلعت هي بتتلزق بتتحط يعني. وعرفت بقى، اصل انا عندي ابني الكبير ما دخلش معانا قاعة الستات، ابني الكبير راح قاعة الرجالة. فعرفت بقى ان قاعة الرجالة ما كانش فيها جيف اواي، قاعة الستات اللي كان فيها. عطور ريحته عود تحفة 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 تحفة. وشمعة تاريخ. وكان في شوكولاتة بس كلناها يعني. عقبال يا رب كل البنات يفرح قلبهم. الفرح كان جميل جدا جدا جدا. هما بس قفلوا علينا يعني، اللي كان عايز يشرط عريس دلوقتي يشرط عريس ازاي يعني؟ ما الافراح دي اللي بنجيب منها. مش هنعرف نشرط عرسان ليه؟ عشان كانت قاعة رجاله وقاعة ست. بس كان حلو والله، كانت قاعة الستات كلها فرفشة ايه، فرفشة فرفشة. غير قاعة الرجالة خالص، هما يقعدوا في اي مكان كده تشوفهم في عربية المترو. اتفرج على عربية المترو بتاعت الستات، اتفرج على عربية المترو بتاعت الرجالة بالظبط، مختلفش كتير. المهم، الفرح كان جميل قوي. عقبال كل البنات. ربنا يا رب يكتب لهم الخير ويكتب لهم السعادة. عقبال يا رب ما افرح ببناتي وولادي، وافرح ببناتكم وولادكم. بس ده ما يمنعش ان انا زعلانه منكم قوي عشان انتوا ما سالتوش عليا. اه لا، انا زعلانه قوي قوي بقى، بجد. محدش بعت رساله قال لي انت فين، محدش بعت كومنت قال لي انت فين. الاعداد بس عماله تكبر، يعني اعداد الاشتراكات عماله تكبر. في خبر بقى انا خليته للاخر. آه في احتمال كبير قوي ان انا اسيب الشغل. ربنا يكتب لي الخير ان شاء الله. ولحد هنا خلص الفيديو. بكره فيديو جديد، وحدوتي الجديده، حكايه من حكايات سالمه. هحكي لكم فيها بناتي ازاي اتخطفوا وازاي رجعوا. بناتي اتخطفوا مني 10 سنين، كنتش اعرف عنهم اي حاجه، وازاي رجعتهم. الصعايده لما بتحط حاجه في دماغها تعملها يا ابويا. العرج الصعيدي ركب وجبت عيالي. اشوفكم بكره في حكايه جديده. دي مش نهايه الفيديو، دي بدايه الرحله، وبكره رحله جديده. اشوفكم على خير.